استنيت 8 شهور كاملة علشان أقابل دكتور أخصائي، وفي الآخر لما طلعت الفاتورة كانت $0. الرعاية الصحية في كندا مجانية، دي حقيقة، بس السؤال اللي محدش بيقول إجابته، المجانية دي مدفوعة بأي تمن؟ التمن الحقيقي هنا يا جماعة هو الوقت. النهاردة هقولك عن الوجع المسكوت عنه في النظام الصحي الكندي، وليه الكنديين نفسهم بيسيبوا البلد ويسافروا أمريكا أو حتى يرجعوا بلادهم عشان يتعالجوا ويرجعوا تاني كندا. وكمان هقولك على حاجة محدش بيحذرك منها قبل ما توصل. في الفيديو ده انا ولا جاي امدح ولا ذم، انا جاي اقولك الواقع اللي هتعيشه جوه المستشفيات هنا ومن غير زواق. لو انت جاي كندا جديد او بتخطط تيجي، الفيديو ده هيصدمك، بس هيوفر عليك صدمة اكبر لما تتعب لا قدر الله. هنقسم الفيديو ده لاجزاء واضحة جدا. هنبدأ بالمشكلة الحقيقية اللي محدش بيقولها لك، بعدين هنكشف حاجات خطيرة جدا محدش بيحذرك منها قبل ما توصل، وفي الاخر هنوصل لاهم جزء وهو الحلول العملية اللي هتوفر عليك تعب وفلوس كتير من اول يوم وصولك. يلا بينا. الجزء الأول، المقابل المرعب للمجانية، الوقت. لما بتنزل كندا وبتستلم كارت الصحة الافتراضي بتاع المقاطعة بتحس بالأمان، لكن الصدمة بتبدأ لما تيجي تعمل كشف عادي أو روتيني. أزمة دكتور العيلة. عشان تتعالج صح في كندا لازم يكون عندك حاجة اسمها فاميلي دكتور أو دكتور العيلة. الصدمة فين؟ إن في نسبة كبيرة جدا من الكنديين والمقيمين مش لاقيين دكتور عيلة. الطوابير وقوائم الانتظار ممكن تقعد بالسنين لمجرد إن اسمك ينزل بس على قائمة دكتور واحد. كشف الأخصائي والعمليات. لو رحت لدكتور العيلة وقرر يحولك لدكتور أخصائي مثلا دكتور عظام أو جلدية، متوسط الانتظار من 3 ل 8 شهور لمجرد المقابلة. ولو محتاجة عملية جراحية غير طارئة زي غضروف أو تغيير مفصل ممكن تقعد من 6 شهور لسنة كاملة مستني دورك. ليه الكنديين بيسافروا أمريكا؟ هنا بنفهم السر. ناس كتير هنا لما بيضيق بيهم الدنيا ومعاهم ميزانية بياخدوا طيارة وبيطلعوا على أمريكا. في أمريكا السيستم بفلوس وغالي جدا، بس لو دفعت كاش هتعمل أشعة الرنين MRI اللي بتستناها هنا في كندا 3 شهور، هتعملها في أمريكا في نفس اليوم. الكنديين بيحسبوها، أدفع $1000 في أمريكا أو أسافر مكان تاني رخيص ولا أقعد سنة بموت من الوجع. الجزء التاني، الفترة اللي محدش بيحذرك منها، أول 3 شهور بدون تأمين. والجزء ده من أهم الحاجات اللي لازم المهاجر الجديد يخطط ليها ويعرفها كويس. في مقاطعات في كندا بتفرض فترة انتظار قبل ما التأمين الحكومي يبدأ يشتغل معاك، بتوصل لحد 3 شهور من تاريخ وصولك. يعني إيه؟ يعني ممكن تدخل كندا وأول 3 شهور دي لو لا قدر الله حصل أي حاجة هتدفع من جيبك بالكامل، لأن الكارت الحكومي لسه ما اشتغلش. الفترة دي مش موجودة في كل المقاطعات بنفس الشكل، وبعض المقاطعات لغتها تماما والبعض التاني لسه مطبقها. فدي أول حاجة لازم تتأكد منها بنفسك من الموقع الرسمي للمقاطعة اللي انت هتعيش فيها قبل ما تسافر مباشرة، لأن القوانين دي بتتغير بانتظام. نقطة مهمة جدا، اللاجئين سواء المدعومين من الحكومة أو الكفالات الخاصة بياخدوا تأمين من أول يوم وصولهم من خلال برنامج فيدرالي اسمه Interim Federal Health Program. لكن المهاجر العادي زي أصحاب الإكسبريس إنتري أو PNP هيقعد في فترة الانتظار دي. الحل العملي، لو عارف إنك هتقع في فترة الانتظار دي اشتري بصيلة تأمين خاصة مؤقتة Private Health Insurance for Newcomers قبل ما تسافر أو أول ما توصل. في شركات زي بلو كروس أو جارد مي متخصصة في النوعية دي من التغطية، والسعر بيكون معقول جدا مقارنة بالكارثة اللي ممكن تحصل لو لا قدر الله تعرضت لحادثة أو تعب مفاجئ وأنت ما معكش التأمين ده. اللي بيحصل لو ما عملتش كده، تخيل واحد يجيله ألم حاد في بطنه وهو لسه في أول أسبوع هنا في كندا، ويروح المستشفى وتطلع له فاتورة بآلاف الدولارات لأن التأمين الحكومي لسه ما بدأش. ده مش تخويف، ده بيحصل فعلا لناس كتير ما عرفوش الموضوع ده قبل ما يجوا. الجزء الثالث، كتب كل شيء مجاني، حاجات هتدفعها من جيبك حتى بعد التأمين. في مفهوم خاطئ انك مش هتصرف $1 على صحتك في كندا بعد ما التأمين يبدأ. تعال اقولك المصاريف اللي السيستم الحكومي بيسيبك تدفعها لوحدك. الأدوية، الروشتة اللي بتاخدها من الدكتور وبتصرفها من الصيدلية مش مجانية، الأدوية غالية جدا هنا. لو شركتك اللي انت شغال فيها مش مدياك تأمين إضافي يغطي جزء كبير من ثمن الدواء، هتضطر تدفع السعر كامل كله من جيبك. أطباء الأسنان والعيون دول بره الحسبة الحكومية تماما في أغلب المقاطعات. كشف الأسنان البسيط وتنظيفها ممكن يدخل في 100 ل $150، وفحص العيون في نفس الحدود تقريبا بدون تأمين خاص من الشغل. عربيات الإسعاف
لو طلبت الاسعاف وطلعت الحاله مش طارئه فعلا وتقدر انت بنفسك تروح للمستشفى، بيجيلك فاتوره على البريد ممكن تتخطى $100 او اكتر حسب المقاطعه اللي انت فيها. الجزء الرابع، الانصاف. امتى كندا بتكون افضل من امريكا ومصر في الصحه؟ علشان نكون منصفين والناس ما تترعبش، السيستم الكندي فيه ميزه قويه جدا، الطوارئ والامراض الكبيره. هنا بنسميه سيستم الاولويات. لو رحت المستشفى بكسر بسيط في ايدك ممكن تقعد في غرفه الانتظار ساعات طويله ومحدش بيبص عليك لانهم بيقدموا الحالات الاخطر. لكن لو داخل وعندك ازمه قلبيه لا قدر الله او حادثه كبيره او شبهات بمرض خطير، السيستم بيتحول لوحش تاني خالص في ثواني. بيشيلوك من على الارض شيل، وافضل دكاتره واجهزه بتشتغل فورا ومفيش حد بيسالك انت معاك فلوس في جيبك ولا لا. الامراض المزمنه والسرطان، كندا من اعلى معدلات الشفاء في العالم من امراض السرطان. علاج الاورام، العمليات المعقده، غسيل الكلى والامراض المزمنه ممكن تخلي عيله كامله تشهر افلاسها وتبيع بيوتها في بلاد تانية. في كندا بتتعالج باعلى جوده $0 فعلا بعد ما التامين يبدا. النظام هنا معمول لحمايه الكوارث الصحيه الكبيره، مش علشان يدلعك في دور برد. الجزء الخامس، الفرق بين المقاطعات. مش كل كندا زي بعض. نقطة مهمة جدا محدش بيتكلم عنها، النظام الصحي مش موحد في كل كندا. كل مقاطعة عندها نظامها الخاص وقوانينها، وده بيأثر عليك فعليا لما بتقرر هتعيش فين. اونتاريو أكبر عدد سكان، وده معناه ضغط كبير على قوائم الانتظار ودكاترة العيلة. بريتش كولومبيا وألبرتا الجو والفرص أحسن للبعض، بس نفس مشكلة قوائم الانتظار موجودة، وفي فترات انتظار للتأمين لسه متطبقة فيهم في بعض الحالات. كيبيك نظامها مختلف شوية، وفي استثناءات للفترة الانتقالية في حالات معينة زي الحمل أو الأمراض المعدية الخطيرة. النصيحة هنا، قبل ما تقرر تستقر في مقاطعة معينة دور تحديدا عن النظام الصحي فيها وحالات قوائم الانتظار، لأن الفرق بين مقاطعة للتانية ممكن يكون كبير جدا ويفرق في جودة حياتك اليومية. الجزء السادس، الووكينج كلينكس والحلول الذكية. طيب أنا لسه واصل جديد وما عنديش دكتور عيلة وتعبت فجأة، أعمل إيه علشان ما أروحش وأقعد في الطوارئ لساعات طويلة؟ الحل هو الووكينج كلينكس. دي عيادات منتشرة في كل مكان، مش محتاجة حجز مسبق. بتروح بتسجل اسمك بكارت الصحة بتاعك وبتقعد تنتظر ساعة أو ساعتين بالكتير، وبتدخل تقابل الدكتور ويديك الروشتة. ده الحل السحري للحالات المتوسطة والبسيطة. التطبيقات الطبية أو التيلي هيلث، في مقاطعات كتيرة وفرت دكاترة أونلاين من خلال تطبيقات رسمية. تقدر تكلم دكتور فيديو كول وانت قاعد في بيتك، يشوف الأعراض ويبعت لك الروشتة للصيدلية اللي جنب بيتك فورا من غير ما تتبهدل في الشارع. خطوات عملية لأول أسبوع وصول. سجل نفسك أول ما توصل على قائمة انتظار دكتور العيلة، حتى لو هتستنى، لأن الوقت بيجري من يوم التسجيل مش من يوم ما تحتاج فعلا الدكتور. احفظ رقم ومكان أقرب ووكينج كلينيك لبيتك. حمل تطبيق التيلي هيلث بتاع مقاطعتك من أول أسبوع. الخلاصة يا جماعة، النظام الصحي الكندي ممتاز جدا للحالات الخطيرة والطوارئ، لكن بطيء ومستفز جدا للحالات اليومية العادية. محتاج منك صبر وتخطيط مسبق، وإنك تحافظ على شغل بيدي تأمين قوي. البينيفيتس بتاعته حلوة، وخصوصا إنك تجهز نفسك للفترة الأولى الحرجة قبل ما التأمين الحكومي يبدأ. وسيبولي في التعليقات تحت لو وقعت في موقف صحي جوه كندا، واحكي لي تجربتك، قعدت قد إيه مستني في الانتظار. لو الفيديو ده وضح لك الصورة الحقيقية وعجبتك الصراحة دي، ما تنسونيش من زرار اللايك. Smash that like button. ولو لسه ما جتش، هل الصدمة دي هتخليك تغير رأيك في كندا ولا برضه هتيجي؟ وما تنسوش أنا بقرأ كل التعليقات وبجاوب عليها. ولو عندك صاحب لسه واصل كندا جديد وما يعرفش ده، شير مع الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية. لايف ان كندا بداية الحكاية، حلم بيكبر جوايا خطوة للي جاية، من البرد للتحدي أنا لسه مكمل. لايف ان كندا أرضي قصتي للأفضل.